بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. سعادة الشيخ فهد بن عبد الهادي بن قروش، سعادة الشيخ نغيمش بن فهد بن قروش، سعادة الشيخ راكان بن فهد بن قروش، أصحاب السعادة بقية أبناء ومرافقي الشيخ فهد بن قروش، سعادة الأخ ناصر بن علاس وإخوانه وأبناء إخوته، أيها الضيوف الكرام الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية ومن داخلها، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم كنت أتمنى أن أضع في يد كل واحد منكم باقة من الورد والكادي والريحان، وأنثر على رأسه غرشة عطر، لأن هذا الجمع الكريم في هذا المكان النائي عن الرياض لم يأتي من فراغ. قيمة الضيف وقيمة المضيف والمستوى الرفيع لنوعية الحاضرين هذا اليوم يحتم على الإنسان أن يشاور نفسه لينتقي من بعض الكلام الجميل الذي تستحقه مثل هذه المناسبة الجميلة الاجتماعية الرائعة. ليس غريبا على قبيلة يام، فسبق أن تكلمت على منابر أكثر من 40 محطة سابقة في السنوات الثلاث الماضية، وذكرت بعض ما أعرفه عن هذه القبيلة العريقة، وقبيلة أخرى تشاركها المجد وهي قبيلة قحطان. وأنا أعرف أن في هذا المكان ممثلين من بقية قبائل المملكة العربية السعودية الأكارم الذين لا ننتقص من حقهم ومن قدرهم ومن أمجادهم التي لا يجهلها أحد. لكن هاتين القبيلتين يام وقحطان ضربت أروع المثل في التكاتف والتلاحم، وعملوا ما تعرفونه من حلف اسمه حلف محلف، الذي أصبح مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي إلى هذه القبيلتين. ونحن من هناك ننظر بإعجاب وتقدير وإكبار لما تحمله هذه المعاني السامية من ود وتكاتف وألفة وتعاون وتقاسم للأتراح والأفراح. إنه أمر يستحق أن يقف الإنسان على قدميه معجبا وشاكرا ومقدرا لهاتين القبيلتين العريقتين اللتين صنعت مجدا مع أمجاد كثيرة في هذا الوطن الكبير ولله الحمد. وكنت أقول في إحدى المناسبات أرجو أننا نحن يا معشر القبائل الأخرى الذين عندنا أحلاف وأحلاف طيبة وقائمة، وإن شاء الله إنها تكون بالواجب، لكن التفاعل العملي الذي أراه ما بين محلف الحقيقة يدعو إلى الإعجاب والفخر والتقدير، ونحن نعترف بالحق لأهله والفضل لمن يستحقه. الجميع كلهم فيهم خير وكل القبائل فيها خير، ولكنني أشاهد هذا المثل الحي على مدار أكثر من 25 عاما بعد عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، وأنا كل يوم أشاهد جانبا من الجوانب المضيئة لما تعمله هاتين القبيلتين العريقتين. فالشكر والتقدير لكل من وراء هذه الجهود العظيمة الرائعة. وما نشاهده هذا اليوم إلا إحدى هذه الفضائل وإحدى هذه الشمائل
التي يحق لأصحابها أن يفخروا بها، ويحق لنا أن نأتي تقديرا واحتراما لهذه الأريحية ولهذه الأنفس الطيبة الزكية التي تقتطع من وقتها ومالها وجهدها ما تقيم به مثل هذه المناسبات الخيرة التي تجمع شتى أطياف أبناء الجزيرة العربية في مكان واحد وعلى محبة واحدة. لقد أدهشني وأعجبني الزامل الذي رأيناه قبل قليل، ورأينا التفاعل العملي من الجميع، ووالله الذي لا إله إلا هو أنه لشيء يدعو إلى الفخر، لأن مثل هذه الفقرة هي فعلا مما يزيد الألفة ويزيد الترابط، وهي نوع من أنواع الحضارة أو الثقافة الوطنية التي كلنا نعتز ونفتخر فيها، ولكنها رمز من الرموز التي توضح مدى الألفة والتآلف والتكاتف فيما بين الناس. أما إذا جئنا إلى ما يتمتع به الشيخ فهد بن قروش وأبنائه من غير قصور في الحاضرين ولا الغائبين، فما من تكلم قبل الشيخ ابن علاس قبل قليل أعطى غيض من فيض. تشرفت بمعرفة هذا الرجل قبل عدة سنوات، ثم فوجئت مفاجأة طيبة جدا بأنه جار لي في إحدى بيوته عمرها الله بالطاعة، وعلمت الكثير من المناقب التي عدد بعضها ابن علاس قبل قليل وبعضها لم يعدده لكثرتها. فأقول باختصار شديد إن مثل هذا المقام تكريما للشيخ فهد بن قروش وأبنائه على الجهود الحثيثة والمساهمات الفعالة العملية التي عملوها في سابق الأيام، وإن شاء الله أنها تستمر، أعتقد أنهم يستحقون مثل هذا التكريم بل وأكثر. عرج الشيخ ابن علاس في كلمته قبل قليل بأنه أبناء الشيخ شقوا طريقا جديدا من طرق المجد الكثيرة التي ينهجونها، ثم عملوا جائزة إن شاء الله ستكون عالمية باسم والدهم للتفوق العلمي والإنجاز العلمي، ثم استأذنوا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وفوافق. أفتخر بأنني أعلق أيضا أنا على هذا الكلام. هذه الموافقة السامية وهذا الموضوع الجميل كان في بيتي قبل أقل من أسبوعين حينما شرفني صاحب السمو الأمير أحمد، ثم أتى الشيخين نغيمش وراكان وطلبوا الكلمة وطلبوا أن يوضح هذا الشيء ويستأذنون سموه في ذلك. أنا لما فكرت في الأمر، هذا أمر يدعو إلى الفخر، يدعو إلى الاعتزاز، وقد تكون أفضل فقرة قدمت في الحفل التي تشرفت بإقامته لسموه في منزل الصغير. نعم، إنه وجه جميل، وجه رائع، وخطوة موفقة أن يقدم البطلين نغيمش وراكان على عمل هذه الجائزة التي قد تكلف عشرات الملايين باسم والدهم برا به وتقديرا لجهوده، فبارك الله لهم في هذه الجهود. لقد سمعت الكثير من التعليقات بعد الحفل، سواء من أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين كانوا حاضرين الحفل، أو أصحاب المعالي الوزراء، أو من كبار علية القوم الذين كانوا يحضرون تلك المناسبة. قالوا فعلا هؤلاء بارين، ومن أفضل أوجه البر أن يقوم الابن بعمل مثل هذا العمل الذي سيخلده التاريخ، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يكتب فيه الأجر والمثوبة. كيف لا يقام فعلا لهذه الأسرة أو لهذا الرجل وأبناء مثل هذا التكريم؟ أكرر، والله إن ابن قروش وأبنائه يستحقون هذا التكريم وهذا الإكبار وهذا الإعزاز وهذا الاحتفال. فالحديث قد يطول لو أعدد الشمائل، لكني لا أريد أن أستطرد لأن يظهر أن فقرات الحفل كثيرة، ولكن أقول مرة أخرى شكرا جزيلا لمن أكرمنا بالدعوة، وشكرا
للظروف الطيبة التي جمعتنا أن نلتقي بوجوه كريمة لم نراها منذ زمن، والتقينا بها هذا اليوم، وإن شاء الله أن دائما نلتقي على بساط الخير والمحبة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الدولة الراشدة والحكومة اليقظة التي لا تفتأ ليلا ولا نهارا بأن توفر لنا كافة الأسباب بأن نعيش حياة كريمة هانئة بسلام وارف. وما اجتماعنا هذا اليوم في هذا المكان وبهذه الكثرة وبهذا المكان البعيد النائي إلا إحدى نفحات الخير وعناوين الأمن والأمان الذي يتمتع بكل من يعيش على تراب هذا الوطن المقدس. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء معكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.